السلام عليكم. واصل الدوري المغربي يوسف النصيري انطلاقته القوية مع فريق فنربخشة، مؤكدا مكانته كأحد أبرز المهاجمين في الدوري التركي الممتاز هذا الموسم. وفي مباراة مؤجلة مثيرة حبست الأنفاس، تمكن النصيري من هز شباك ألانيا سبور مضيفا هدفا جديدا إلى سجله التهديفي. وفي اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء وبينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل، ظهر أسد الأطلس في الدقيقة 76 ليمنح الأفضلية لفريقه ويسجل هدف التقدم لفنربخشة، مطلقا العنان لفرحة جماهير الكناري الأصفر. لكن ألانيا سبور عاد في اللحظات الأخيرة ليسجل هدف التعادل القاتل ويفقد فنربخشة نقطتين ثمينتين. ورغم مرارة التعادل، حملت المباراة خبرا سارا للنصيري على المستوى الشخصي، إذ رفع رصيده إلى 4 أهداف في الدوري ليعتلي صدارة الهدافين في الدوري التركي الممتاز لموسم 2025-2026، متقدما على منافسيه الذين يملكون 3 أهداف فقط. عبر الدولي المغربي بلال الخنوس في تصريح للموقع الرسمي لنادي شتوتغارت الألماني عن ارتياحه الكبير بعد انتقاله إلى الفريق على سبيل الإعارة من ليستر سيتي في آخر يوم من فترة الانتقالات الصيفية. اللاعب الذي شارك السبت الماضي في مباراة البوندسليغا خارج ملعب الفريق أمام فرايبورغ، وصف أول دخول له مع الفريق بأنه تجربة جميلة رغم الخسارة، وأكد أنه يعمل بجد للظهور بأفضل شكل خلال أول مباراة له على أرضه مع زملائه. وحول مباراته الأولى أمام فرايبورغ، قال الخنوس: في فريقنا توجد الكثير من الجودة، وقد أظهرنا ذلك في بعض الفترات من المباراة. كنا نملك فرصة لاقتناء 3 نقاط بعد التقدم في النتيجة، وكان كل شيء يسير على ما يرام في البداية، لكننا فقدنا السيطرة تدريجيا وهذا أزعجنا. رغم ذلك كان شعورا رائعا أن أرتدي قميص شتوتغارت لأول مرة. أنا سعيد جدا بتواجدي هنا ومتيقن أننا كفريق قادرون على تقديم أداء أفضل مما أظهرناه يوم السبت. وأشار بلال إلى وجود اختلافات واضحة بين الدوري الألماني والإنجليزي، مضيفا: الأمر مختلف تماما لأنه مسابقة في دولة أخرى مع فروق ولاعبين مختلفين، مستوى الشدة والسرعة مختلف، وأريد التأقلم سريعا مع ما تحتاجه البوندسليغا لتحقيق النجاح. عموما الدوري الألماني يعتبر دوريا ممتازا ويساعد بشكل كبير اللاعبين الشباب على التطور وتحقيق خطواتهم التالية. وأكد الخنوس أن كل تدريب هو فرصة للتعرف أكثر على زملائه وفهم أسلوب لعب الفريق. زملائي في الفريق والجهاز الفني والطاقم المساعد رحبوا بي بشكل كبير، أشعر بالراحة هنا، الأجواء عائلية، وهذا يسهل علي الانخراط بسرعة في المجموعة. وبالنسبة لمسيرته الدولية، أشار الخنوس إلى الإنجاز الأخير مع المنتخب المغربي، الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026 يعني لي الكثير. أنا فخور بتمثيل المغرب والمساهمة في تأهل المنتخب. كرة القدم في بلدي تتطور بشكل كبير، وكفريق لدينا الكثير لنقدمه. هدفنا هو إسعاد الجماهير وإظهار قدراتنا. المغرب سيكون أحد المضيفين الرئيسيين لكأس العالم 2030 إلى جانب البرتغال وإسبانيا. بالنسبة لكأس العالم 2026 هي خطوة مهمة لتجربة اللعب على أعلى مستوى، وأتمنى أن أكون حاضرا في القائمة النهائية من خلال تقديم أداء جيد مع شتوتغارت. أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن الدولي المغربي إبراهيم دياز يثبت في كل مرة قيمته داخل صفوف ريال مدريد، حيث أوضحت أن دخوله خلال المباراة الأخيرة أعطى الفريق جرعة لازمة من الحيوية والطاقة بفضل سرعته وتحركاته بين الخطوط وقدرته على صناعة الفريق. وأضافت الصحيفة أن دياز يتمتع بقدرته على تغيير إيقاع اللعب فور نزوله، إذ يملك رؤية مميزة في التمرير إلى جانب مهارات فردية تساعد على اختراق دفاعات الخصوم. وأشارت إلى أن ما يميز اللاعب هو استعداده الدائم للمساهمة سواء كأساسي أو كبديل، وهو ما يجعل منه ورقة رابحة بيد المدرب تشابي ألونسو. كما يعتبر دياز قطعة مهمة في تشكيلة المنتخب الوطني المغربي، حيث ينتظر أن يلعب دورا محوريا في كأس إفريقيا المقبلة بالمغرب، بالنظر إلى إمكانياته الكبيرة وقدرته على تقديم حلول هجومية متنوعة تضيف قوة إضافية لخط الوسط الهجومي لأسود الأطلس. ويرى محللون أن استمرار دياز بنفس النسق التصاعدي قد يمنحه دورا أكبر هذا الموسم، خاصة مع حاجة الفريق إلى بدائل قادرة على إحداث الفارق في اللحظات الحاسمة.
سهل نادي باريس سان جيرمان مشواره في دوري أبطال أوروبا بفوز عريض ومقنع على ضيفه أتلانتا الإيطالي برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على أرضية ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة باريس ضمن منافسة الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا. دخل الفريق الباريسي المباراة بقوة ولم يحتج سوى 3 دقائق لافتتاح التسجيل عبر قائده المدافع البرازيلي ماركينيوس الذي منح التقدم مبكرا لفريقه. وصل أصحاب الأرض ضغطهم وشهدت الدقيقة 39 تألق الدولي المغربي أشرف حكيمي الذي قدم تمريرة حاسمة متقنة لزميله الجورجي كفاراتسخيليا يحولها الأخير إلى الهدف الثاني. وبهذه التمريرة رفع حكيمي رصيد من المساهمات التهديفية هذا الموسم إلى 5 خلال 13 مباراة في مختلف المسابقات. اتفقت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشكل رسمي مع نظيرتها المصرية على إقامة مباراة ودية بين المنتخب المغربي ونظيره المصري خلال التوقف الدولي القادم استعدادا لكأس العرب للمنتخبات المقرر شهر دجنبر القادم بدولة قطر. وسيستضيف المنتخب المغربي المحلي بقيادة المدرب طارق السكيتيوي نظيره المصري المحلي شهر أكتوبر القادم ليلاقي بعدها منتخب البحرين المحلي ليبدأ بشكل مبكر تحضيراته لبطولة العرب بعد أسابيع قليلة فقط على تتويجه بطلا لكأس إفريقيا للمحليين بدولة كينيا. ولم يحسم بعد طارق السكيتيوي هوية الأسماء التي سيعتمد عليها في التربص الإعدادي لشهر أكتوبر، حيث لا زال في تشاور مع الجامعة بشأن إمكانية استدعاء مغاربة الخليج ومصر أو الاكتفاء بلاعبي البطولة فقط. شكرا لكم على المشاهدة، نلقاكم في فيديو جديد إن شاء الله، إلى اللقاء.